السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة جايبة لكم منتج كان الفترة اللي فاتت كان عليه ضجة جامدة قوي. ده منتج للتفتيح. والمنتج ده كان فيه إعلاميين كتير وفنانين عملوا عنه ريفيوهات. وانا من كلام الناس دي كلها انا للاسف جبته. فانا بقول لكم تجربتي معاه. بس طبعا انا مش عايزه اقول التجربه دي للتعميم، لان كل واحده وليها بشره. ممكن بشره الحساسه ممكن ما تستقبلش الكريم ده، وممكن ما يمشيش معاها، ممكن بشره تانية تستحمله ويجيب نتيجه. فانا هقول لكم بس الموضوع جه معايا من الاول ازاي. الموضوع كله جاء من الاول من ان انا عملت ليزر. والليزر عمل لي اسمرار. تمام. فانا علشان اعالج الاسمرار طبعا انا وقفت، لان كان المفروض ان انا مكتوب لي من 6 ل8 جلسات. انا عملت اول 3 جلسات، ولما لقيت الاسمرار ده بصراحة وقفت الجلسات دي وابتديت اعالج الكلام ده. مثلا ممكن نقول من 5 سنين الكلام ده. ابتديت اعالج بقى، وكل منتج استعمله يسمر اكتر، واللي يفتح درجة وما بتبقاش باينة يعني ما بتبقاش باينة، فاضطر ان انا اوقف واستعمل حاجة تانية. واللي يلهب واللي يعمل حبوب كلام. انا مريت بحاجات كتير قوي. المهم استقريت في الاخر ان انا خلاص قررت ان انا بعد كل الريفيوهات اللي انا شفتها من الاعلاميين وكده، قلت ايه طب خلاص اجرب ده. لان كان بيقولوا كمان ان هو منتج طبيعي، وكل التركيبة كلها عبارة عن حاجات طبيعية. فقلت خلاص اجربه. المهم جبته، كان عليه اوفر، كان من مش عارفة من 950 نازل ل 650. الشركة كويسة وكل حاجة، وبترد بسرعة جدا وبتوصل يعني تقريبا في حدود 3 ايام زي ما هم قالوا لي. جالي فعلا في الميعاد اللي هم قالوا عليه. ولكن بقى نيجي من ناحية المنتج. المنتج عبارة عن 3 عبوات دول. غسول، تمام، وكريم، وكريم التفتيح اللي هو المفروض ان هو ده بيجيب نتيجة فعالة. قالوا في حدود من اسبوعين لشهر بيجيب نتيجة. طب اللي حصل بقى ده الغسول. قالوا برضو على الماسنجر، انا كنت بعمل لهم شات، وكل يعني اول ما تبعت رسالة على طول بصراحة بيردوا. دي حاجة كويسة جدا في الشركة. سألتهم طريقة الاستعمال ايه. قالوا لي ان الغسول ده اهو مكتوب غسول منظف للجسم والمناطق الحساسة. المنتج ده يا جماعة نسيت اقول لكم اسمه بريمترو. تمام. المنتج بقى ده اللي هو الغسول. اول حاجة بتستعمليها هي اول خطوة هو الغسول. تغسلي كويس جدا، وبعد كده تنشفي المنطقة، وبعد كده بتحطي الكريم الترطيب اهو. كريم ترطيب، مش عارفة الشاشة باينة ولا لأ. كريم ترطيب للبشرة الجافة وشديدة الجفاف. بتحطي الكريم، وبيقولك كمان علشان يجيب مفعول أسرع بتخلطي الكريم ده ومعاه 2-3 كده جونسون، اللي هو الروز جونسون أطفال الزيت. بتخلطيهم مع بعض وتدهني بيهم. تمام. 5 دقايق يجف شوية الكريم مع الزيت، وبعد كده بتحطي بقى اخر حاجة اللي هو كريم تفتيح الجسم للبشرة الحساسة. هو للأسف يا جماعة ما كانش البشرة الحساسة خالص. لان لو البشرة الحساسة اكيد مش هيعمل اللي عمله معايا. المهم انا فضلت استعمل الموضوع ده تقريبا ما كملتش اسبوع، لان اللي انا شفته من المنتج خلاني ان انا ما كملش فعلا اللي هم الاسبوعين او الشهر اللي قالوا عليه. الموضوع بقى ايه ابتدى. ما بشوفش تفتيح خالص. انا بشوف الدرجة بتسمر اكتر، بجانب ان بيطلع لي مش حبوب. ده انا كنت بشوف حاجات، يعني حاجات زي دواير كده مكلكعة. انا كنت بشوف زي كور. انا وبتوجعني جدا، يعني فعلا كانت بتوجعني جدا. مش وملهاش اي يعني ملهاش اي مسكنات،
وفي اماكن مش عارفه اسكنها. وقلت مثلا اول واحده دي ممكن تكون مثلا يعني عشان انا بشرتي حساسه، ها ماشي. طلع كتير بقى. كلمت عملت برضو، كتبت لهم على الشات: يا جماعه الموضوع كذا كذا كذا، والموضوع بيسمر ما بيفتحش. لا هو ده العادي، لا ده هو الطبيعي. استني شويه، كملي المده. اكمل ايه وانا الموضوع بيسوق معايا؟ فطبيعي جدا هوقف. المهم ان انا وقفت فعلا. والعبوات دي كلها على فكرة، العبوات دي كاملة، يعني العبوة دي متاخد منها تقريبا 4 مرات. انت المفروض بتستعملي مرة الصبح ومرة بالليل. فلما لقيت الموضوع كده انا ما كملتش، يعني تقريبا 3 ايام ووقفت. فالعبوات دي كلها كاملة. طبعا العبوات 300 مللي ده كبير جدا، يعني هي حاجة بصراحة، يعني يعني فلوسها فيها يعني. بس ما بتديش النتيجة المطلوبة بالنسبة لي. انا بشرتي حساسة جدا، فكان معايا ادى نتيجة عكسية خالص يعني. وقفت طبعا الاستعمال وكلمتهم وكده. ما لقيتش منهم اي اهتمام بقى في الحتة دي. يعني خدمة ما بعد البيع دي انا كانت مفقودة بالنسبة لهم. محدش تواصل معايا، محدش اهتم. كانت الردود بصراحة كلها باردة قوي. اللي هو لا ده عادي، لا استني شوية، لا خدي المدة كلها، مش عارفة ايه. فالمهم ان انا بعد ما توقفت عن الاستعمال بتاع الكريم ده والمجموعة دي، انا ابتديت بقى ايه اشوف بدايل. البدايل دي في حاجة كويسة جدا، زيت كويس قوي قوي قوي. ده جاب معايا نتيجة بصراحة مهولة، انا ما كنتش متخيلاها. هعمل عنه ريفيو ان شاء الله الايام اللي جاية. وتركيبة بقى انا عملتها مع نفسي، برضو هقول لكم عليها في الريفيوهات اللي جاية ان شاء الله بإذن الله. للي بشرته حساسة جدا زيي.